فيديو النهارده لست القمر اللي انتوا شايفينها. الست دي حياتها كلها اعاده تدوير، وازاي تستغل كل حاجه في انها توفقها وتوفرها وتخليها تديها شكل جمالي حلو قوي. حطت هنا الورد الطبيعي في بالونه ومليته ميه ودخلته الفريزر يتجمد. الفكره بالنسبه لها ان هي تعمل زي جار كبير كده، وهتحطه للمواد اللي هنقول العصاير او للموارد الغازيه. زي ما احنا شايفين شكله حلو قوي. استخدمت التلج، كور تلج كبيرة وبقى جواها زي ما احنا شايفين ورد شكل حلو قوي. كمان هنا المناديل هتعملي بيها ايه؟ يعني مفيش حاجة ما بتعملهاش إعادة تدوير وتستخدمها بشكل كويس قوي في إن هي تبقى شيء جمالي أو إعادة ريسايكل بشكل حلو قوي. بصوا عملت وردة حلوة جدا 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 من المناديل العادية جدا، وبشوية بلاشر كده اديتها من فوق لون، بقت زي الورد الطبيعي عادي جدا. حتى العلب البلاستيك ما بتترميش، يعني احنا اصلا كل حياتنا بتبقى علب بلاستيك وعلب ازاز، فهي بتعمل لها اعاده تدوير بشكل حلو قوي. يعني جابت دلوقتي الخيط اللي احنا شايفينه دوت، اللي هو بيبقى متضفر وعامل زي الخيط بتاع اللي بيتدكك بيه البناطيل، اللي هي السويت بانتس والحاجات دي، او الهودي. وهتبتدي تلفه على شكل خوص، يعني هتلف اعاده تدوير للعلبه البلاستيك دي بحيث ان هي تديها شكل حلو قوي. بص حطت فيها زرع، هتحط فيها بقى خيوط احنا بنستخدمها كذا استخدام. ايه ده الفازة الحلوة دي؟ يا ترى هتعملي ايه؟ هنا استخدمت اللي هو الخيط اللي هو اللي زي الذهبي ده. كل الحاجات دي موجودة في محلات الخردوات، واحنا والله بيبقى عندنا وقت فراغ كبير، احنا فعلا ممكن نستفاد من الفيديوهات دي بطريقة حلوة قوي. يعني هي زي ما احنا شايفين استخدمت ازايز كده زي ما قلت لكم. هتعمل فازة من الازايز اللي هي الصغنطوطة دي، برضو بتبقى موجودة في حاجات معينة زي علب التوابل اللي بنشتريها جاهزة، بتبقى قريبة منها جدا جدا. بجد فكرة حلوة، هنشوف هتعملها ازاي في الاخر. وابتدت برضو تربطها وتجمعها مع بعض عشان ما تفكش بنفس الخيط دوت. وبعد كده حطت الورد اللي هو الزينة العادي جدا، وعملت فازة شكلها حلو جدا. بجد فكرة هايلة، انا بجد مبسوطة. اعادة التدوير حاجة حلوة فعلا. ده زي حوض سمك كبير كده، وورد برضو مجفف او ورد طبيعي او ورد اللي هو الصناعي البلاستيك بتاعنا، وابتدت ترصه بشكل جمالي. ايه ده، وهتحط فيه كمان شمعة وهتنورها، وعملت شكل حلو قوي. حتى المعالق البلاستيك، احنا معظمنا بيستخدم المعالق البلاستيك في حاجات كتير جدا، وبرضو بتترمي، وبرضو ممكن يكون عندنا مجموعة منها مش عارفين نعمل بيها ايه. حلوة قوي الفكرة دي. يا ترى في الاخر هتعمل بيها ايه؟ هتعمل زي مسند لشمعة حلوة قوي. بجد افكارها حلوة جدا واقتصادية جدا، وموجودة في معظم بيوتنا. هنا علشان تقطع الازازة او تكسر الازازة بنفس الشكل، حطيتها وثبتت المقطع او المشرط اللي بتشرط بيه، وراحت قطع الازازة وابتدت تخليها بحيث ان هي تحفها من فوق علشان ما بتبقاش بتعور. وابتدت تستخدم حاجات معينة زي معجون معين او الوان معينة علشان تبتدي تستخدمها وتعمل بيها برضو ريسايكل بشكل حلو قوي. هتعملي ايه يا ترى؟ يا ترى هتعملي ايه بدوت؟ الله حلو قوي. زي الجارات برضو اللي هي زي هنقول برضو الشمع، اللي الشمع حلو قوي. هنا جابت علبة بلاستيك عادية، وجابت اسطمبة مكتوب عليها اورجانيك ومرسوم عليها رسمة زي فرع شجرة، وممكن طبعا اي اسطمبة عندنا نستخدمها. وابتدت ترسم على الورقة الخشب، وجابت وهتعمل معلقة من فوق كده، وهتحط فيها الزيت العطري زي ما انتوا شايفين، وهيبقى بالنسبة لنا فواحة في منتهى الجمال بالزيوت العطرية. هتدي ريحة حلوة قوي للبيت. يا رب يكون الأفكار عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك والكومنت.